مع نفسك وتحل مشاكلك بنفسك. وأساسا أحمد العلاقات القوية يكفيها اعتذار. العلاقات الهشة بحد ذاتها مشكلة، لأنها تطلع من باب تدخل في باب ثاني. فلذلك أنا قاعد أتكلم من البداية علشان الوقاية خير من العلاج. يا أخي اختاروا صح. مقولة الزواج قسمة ونصيب خلوا على جنب. هو الزواج مو قسمة ونصيب؟ لا إيش في أحد يقدر ياخذك الحين يحط السيف على رقبتك ويزوجك؟ حتى المكتوب لأسبابه، حتى المكتوب لأسبابه. لما تروح للمكتوب في اللوح المحفوظ أحمد تزوج من فلانة، راح يقول إن أحمد التقى في فلانة في مكان عمل، صار بينهم حديث وتوافقوا فتزوجوا. هذه القسمة والنصيب عند ربك، ولكن لها أسبابها عندك وأحداثها وبنيتها التحتية اللي صارت. تمام؟ فمسألة القسمة والنصيب هذه، لو أقول لك إنك أنت إنسان محكوم ولكن أنت إنسان حر بالمطلق. لما حدث الزواج المبارك بين سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة أم المؤمنين، حدث باختيار كامل. السيدة خديجة طمعت في النسب الشريف، ولكن لأنها امرأة سيدة في قومها أرسلت امرأة جس النبض. ألك رغبة في الزواج؟ قل له جس نبض. شوف يعني الحالة ما كان فيها قسم ونصيب نهائيا، كان تخطيط أصلا وقبول. إذا لك في الرغبة أرسل عمك، يلا السلام عليكم. طيب قادر وايد أتخيل اليوم، خلينا نقول فكرة أن الإنسان يكون عنده وعي، وقادر أقول أن اليوم البيئة اللي يعيشها ترى مهمة. صح في ناس وايد من غير هذه البيئة اللي تحيط فيه تكون مناسبة وهذبت من شخصيته وعطتها خلينا نقول بعض الأفكار اللي هو ممكن يختارها بعد ما يتعلم الآباء أو أولياء الأمور ترى لهم دور في تشكيل هذه الشخصية، تشكيل هذه الشخصية والتأثير عليها أصلا. طبعا من خلال تشوف واحد شخصيته قوية، واحد شخصيته ضعيفة، واحد يقدر يقول راية، واحد ما يقدر يقول راية. أنا ليش أقول لك الأم أو الأب يهيئون ولدهم للحياة. بالضبط. ما يعطونه كل شيء ولكن يهيئونه للحياة. فالولد المستضعف أنا متأكد أن في بيته أبوه ما يعطيه ولا يعطي أمه أي كلمة. والمستضعف لما يطلع واحد يشوف يدق تلفون يهتز أبوه دق. شنو الفكرة اللي مسويها في أبوه؟ ما له أي قرار، عمره 30 أبوه زوجة. فهذا الولد لما يكبر أو لما بعد عمره مات أبوه، هذا راح يضيع لأنه اعتمد اعتماد كلي على أبوه. كذلك البنت تدخل في فجعة وصدمة أنها اعتمدت اعتماد كلي. الله عز وجل يقول ويخشى الذين إذا تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. أنتوا ليش تخلفون ذرية ضعيفة؟ ليش تلصقون عيالكم فيكم؟ أعطوهم قرار. يا أخي المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي قاعد يطبق ما يفترض بنا نحن أن نطبقه، اللي هو دينيا وأخلاقيا. 18 أطلقه في الدنيا، والله أطلقه في الدنيا. لقمان الحكيم في القرآن إذ يوصي لقمان ابنه ما يأمره، بلغ السعي بيطلع بيروح للدنيا يوصيه. يا أخي هذيل المنتجين، احنا مش منتجين لأن احنا ريعيين. الأجانب منتجين. هذا كم عمره سوى فيسبوك، وهذا كم عمره سوى تويتر، وهذا كم عمره سوى سناب شات. شباب ليش؟ عندهم بناء الشخصية من الأول. احنا هني الأثرياء 99% وراثة. 99%. فأنا ما أقبل واحد يحكي لي عن قصة كفاحة من أثرياء ما أقبل. ما تستند على قصة نجاح أن أنت ممكن تكون هذا الشخص. وراثة أنا آسف 99% وراثة، وارثينها وراثة. عطني واحد يعني ما عدمت على فكرة عشان أحد يقول لي لا للتعميم، ولكن نسبة قليلة جدا اللي كافح، قليل جدا اللي كافحوا. فهذيل اللي وارثينها وراثة أساسا أنا بإمكاني أتخيل مدى ترفهم في حياتهم، فما يمكن يعطيني أي فكرة لأنه هو أساسا ما جرب المعاناة. هذيل الناس لما يطلقون عيالهم في الحياة، خلهم يا أخي اطلقهم في الحياة. أنت عند الله كفيت ووفيت، وابتلوهم حتى إذا بلغوا النكاح خلاص بلغوا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعلم بمصلحته من ولده من الكل، صح ولا لا؟ لما جاءه الأمر الإلهي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهو نبي مؤيد من الله ورؤياه حق وحي،
ذمتك لو آتاك أمر من الله مباشر أن تذبح ولدك، ايش تعمل؟ ما تتردد، هذا أمر مباشر من الله وتعلم أن في الأمر خير، ما تتردد. القصة مو هني، القصة شوف اللي بعدها شنو صار. القصة أن إبراهيم استأذن ابنه، ما قال له تعال أنا شفت يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما قال له تعال، ليش؟ لأن قبلها مكتوب ولما بلغ معه السعي. لما هي لحظة البلوغ، ولما أقول لك أنا لما أوصل أكلمك، يعني بلحظة وصولي راح أكلمك، غير لما أقول لك إذا وصلت بكلمك، إذا وصلت عاد شوف متى أكلمك. بس لما هي لحظة وقوع الشيء، يعني لحظة بلوغه. قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أعطاه الخيار، هذا هو هذه هي التربية الصحيحة. أعطاه القرار، ولكن ابنه قال يا بتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فإحنا ليش قاعد نضعف أبنائنا من خلال سلب إرادتهم وحريتهم واختياراتهم في الحياة، واللي يأثر على علاقاتهم تالي مستقبلا راح يضيع. لذلك احنا عندنا الناس اللي ما عندها قرار، والناس اللي تبع وايد. الناس اللي تبع وايد، انت قاعد تشوف في الساحة السياسية في الاجتماعية بكل مكان التبع وايد، ناس متبوعة وناس تابعة، ومن رحمة ربك تشوف ناس عندها شخصية وناس أحرار. أما في الوقت الحاصل يعني شوف السوشيال ميديا شوف كله، وحتى حط يعني إنه هو ما يتكلم إلا بإذن فلان. فالقصة إن إحنا علشان ننتج أبناء قياديين أصحاب شأن، يا أخي عطهم قرار ربهم وعلمهم وهيئهم لأخذ قرارات ولا تتدخل فيها، حتى لو كان القرار يضره خله علشان يشوف نتيجة قراره والغلط. هذا الصح. أما تخليهم ضعاف، البنت تروح فيها والولد يضيع ينقص عليه خلص، ويعيشون تجربة أو علاقة سيئة، يعيشون أو زواج نهايته الانفصال. كل أمور حياتك يا أحمد، كل أمور حياتك تضيع. مهنيا ممكن تكون مكده، ما راح تنتج، راح تكون ريعي على الوظيفة، بعدين تقاعد، بعدين تموت. فلذلك يعني أنا أقول لك رب عيالك على أنهم يكونون أشخاص منتجين، ربهم وأعطيهم من الصغر على أنهم يكونون أصحاب قرار، والله راح يسودون الناس، يكونون أسياد في حياتهم. خير لما أنت تقول لا تسوي شيء، أنا أبوك وأعرف مصلحتك، أي من غير نقاش أو من غير ما لا تناقشني، لا تراددني، لا تعمل أي شيء، ويضيع الولد. أقولها لك بصريح العبارة. خلنا على نفس السياق. اليوم تورث الأخلاق، إذا الأبو زين الولد أطباعه نفس أبوه نفس أمه. الأخلاق لا تورث. الأخلاق، المعاملة والسوء والمعاملة ما تورث طبعا. ما في شيء اسمه يقول لك هذا والله، يعني هذا قد يظلم الأب. أي أو قلت تفاجأنا أن هذا الولد وهذا أبوه، يعني دائما حاطين شبه. يعني مثلا قد يظلم الأب، قد يظلم الأب بجريرة ابنه، وقد يظلم الابن بجريرة أبيه. فيروح ولد يخطب وهو إنسان جميل الخلق، ملتزم أخلاقيا، منضبط، لا والله أبوه سكير لا تزوجونه. أو أب صالح عفيف يطردونه من الدواوين لأن ولده محشش. تمام، هذه ما لها علاقة بهذه، لأن الله سبحانه وتعالى لم هذه الجينات كأمر يعني صالح وفاسد هو موجود في كل البشر. الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. احنا في السيستم مالنا إعادة ضبط المصنع في فجور وفي تقوى. صح. قد أفلح من زكاها، من زكى نفسه، وقد خاب من دساها. فمهمتنا احنا ما هي مهمة بابا وماما. انت ما تورث الخلق الزين. إبراهيم أبوه كافر، نوح ابنه كافر، لوط زوجته كافرة. الأخلاق والمعاملة الحسنة لا تورث. إبراهيم قال ربي ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. مع أن الأصول أن أبناء الأنبياء يعني كلهم في الجنة، ولكن هذا شيء مو صحيح. ولو كان هذا الشيء صحيح لكان أحق بورث الأخلاق هم أبناء الأنبياء. ولكن هذا الشيء تكتسبه في الحياة، أمر تكتسبه أنت في الحياة. الخلق الزين، المعاملة الحسنة، الالتزام والانضباط، هذا الشيء مهمتك أنت مش مهمة والديك. صح. فلا، الأخلاق الحميدة والمعاملة عمرها ما تورث.
جزء من خلينا نقول تجارب الحياه ان الانسان معرض انه ينفصل، او الانفصال يكون جزء من تجربته في الحياه.